في الثلاث ثواني اللي فاتوا دول عقلك كان عايز يقلب الفيديو ده ويشوف غيره. وانا مش هاكر يعني، انا بس جامد ففاهم انت بتعمل ايه. لا بهزر، ما تاخدش على الكلام ده. انت مش مريض بقلة التركيز، انت بس مضحوك عليك من خوارزميات بتكسب ملايين من ورا التشتت بتاعك ده. تيجي تقعد عشان تخلص مصلحة وراك، تلاقي ايدك سحبت الموبايل لوحدها. شفت الحركة دي؟ طب ما تيجي اما نشوف الستوري دي، طب ما تيجي نشوف مين اتجوز، طب ما تيجي نشوف مين هننزل ايه. معلش الاضاءة هيست، الحمد لله الاضاءة رجعت تاني. تدخل تدور على معلومة تفيدك، تلاقي نفسك ان انت اتسحلت لمدة ساعتين في دوامة حياة شخص تاني اصلا من قارة تانية لا يعرفك ولا تعرفه ولا عمرك شفته، وتنسى انت فتحت التليفون ليه اصلا. الحل مش انك تقفل التليفون وتنعزل عن العالم، مش هو ده الحل. الحل انك تحمي الدوبامين بتاعك. جرب كل يوم ابعد الموبايل عنك لمدة 10 دقايق، بعدها اليوم اللي بعده كتره ربع ساعة، تلت ساعة، 25 دقيقة. اقعد زود كده، ابعد التليفون عنك، هتلاقي اللي انت بقى عندك انتاجية عالية كتير، لان التشتت اللي كان عندك شبه راح من التليفون. اللي بيجيب لك تشتت التليفون سحلتك في السوشيال ميديا، الاستوريات، صاحبك بعت لك ده مش عارف عمل ايه، ده عمل ايه، فانت اتسحلت في حاجات اصلا هي مش هتفيدك في حاجه ومش مهتم بيها. فجرب ابعد عن التليفون مثلا 25 دقيقة 10 دقايق، ولما عقلك بقى يزن عليك كل شوية كده يقول لك يلا ميعاد التليفون جه، قول له 10 دقايق 5 دقايق، اضحك على عقلك قبل ما هو ما يضحك عليك، عشان تفصل السيستم الآلي اللي موجود في مخك وترجع للواقع من تاني. لان يا صديقي الشركات دي بتدفع ملايين بل مليارات الدولارات عشان بس تسرق دقيقة من وقتك وتشتتك ده. ما تسلمش لمود دماغك ببلاش. جربها كده النص ساعة اللي جاية وقول لي عملت ايه.